مساء الخير يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض كده محشي مشكل جميل. عايزه اوريكم بس الكوسه اللي انا جايباها للمحشي. بصوا صدقوني الكوسه دي بتبقى طعمها تحفه بجد، طعمها رهيب، احسن من الصغيره بكتير جدا. الكبيره دي التخينه دي بتبقى كلها لحم كده، بتبقى مسكره. نشيل يا دوبك بس القلب كده على قد المقوار، وبصوا نسيب اللحم فيها زي ما هو كده. اوريكم شكلها بقى بعد ما نحشيها. عايزين نقطعها اصغر من كده اصغر ماشي، عايزينها كبيره ماشي. انا كده قسمه الواحده 2 اصلا. دي خلطه المحشي اللي انا عملتها معاكم قبل كده. اللي عايز طريقتها يدخل يقول لي وانا هسيب له اللينك تحت الفيديو. وهزودها بس بشويه خضره وبصلتين وفصين توم وقرن فلفل حامي. خلاص، وادي الرز معانا اهو. بصوا بقى، هجيب الكبه بتاعتي كده كده. ده بصل اخضر بيدي طعم حلو جدا جدا للمحشي ومفيد جدا. هقطعه وافرمه كده مع البصله لو متاح عندكم، لو موجود. مش موجود مفيش مشكله، بس بيدي فعلا طعم حلو للمحشي. وعندي فصين من الثوم اهمت. خلاص، انا الخلطه بتاعتي جاهزه وفيها خضره وفيها كل حاجه، بس انا بحب اعزز الطعم بتاعها، بزود شويه خضره مع بصلتين بشويه بهارات صغيره كده. خلاص اهو، احط البصل كمان. اقطع بقى الحاجات دي كده وافرمها وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، ادي فرمتها اهي. انزل بيهم كده اهو. خلاص، واتبلهم بقى بشويه ملح وفلفل. انا كده عندي بهاراتي في الخلطه زي ما قلت لكم. الخلطه دي انا بعملها واشيلها في الفريزر الجاهزه، بس لما باجي اعمل محشي بروح مزوده بصلايه مع شويه خضره. خلاص، وقرن فلفل. احط شويه ملح وفلفل اسود اهو. شويه فلفل، شويه ملح عشان الرز، ومعلقه بس كده من البابريكا بس. اقلب بقى كده كويس، ادعكهم في بعض كده كويس بس. وانزل بقى بالخضره بتاعتي اهو. ريحتهم تحفه. خلاص اهو. هجيب بقى الرز بتاعي. بسم الله اهو. انا طبعا بحط بالبركه كده لان ما عنديش مقدار معين. بقى الخليط بتاعي كده كله على بعضه، ريحته تحفه بجد. البصلايه مع الخضره بتفرق في الطعم قوي. لما بنفرم بصلايه كده مع الخضره مع الملح وفلفل، وبعد كده نضيف بقى. ممكن نعمل الخطوه دي ونحط عليها صلصه طماطم عادي من غير الجاهزه اللي عندي دي، بس انا عشان جاهزه فبطلعها استعملها. ممكن بقى نعملها كده ونحط ندعك الرز بالبصل بالخضره بتاعتنا، وبعد كده نحط صلصه عادي. خلاص، انزل بقى بالخلطه بتاعتي دي. هاخد على القد طبعا اهو. اقلب، لو احتاج ده هزود تاني واحط لها شويه زيت اهو. اقلب بقى كده كويس. بصوا حبايب قلبي كده، الكوسه بتاعي شايفين شكلها جميل ازاي؟ شكلها تحفه وطعمها تحفه. اللي ما جربش الكوسه في المحشي الكبيره كده يجربها ويدعي لي بقى. بصوا اهو، هسقي بقى كده كل واحده. انا بحشيها طبعا يعني الواحده نصها الرز. وشايفين قد ايه؟ ما بتاخدش رز كتير عامه، وما بتاخدش وقت خالص. 5 دقايق اتقورت و5 دقايق اتحشت، تستوي على طول ان شاء الله. خلاص، انا هحط دول اولع عليهم واروح اكمل بقيه حشو البتنجان وارجع لكم تاني. بعد ما بحط كده بحط كبشتين تحت كده ما كترش لان الكوسه بتنزل الميه بتاعتها. خلاص، مظبطه الملح بتاعي بس. اغطي عليها بقى واولع عليها.
بصوا يا حبايب قلبي، وده البتنجان بتاعنا اهو. انا عملته معاكم في فيديو قبل كده. بصوا انا بلبس كل اتنين في قلب بعض كده وبحطه استحاله، واستحاله الحله يقع فيها رز، وبعد كده بملى الواحده لحد نصها، وهو الرز لما بيستوي فبيوصل لحد ايه الاخر كده، بضمن سوا كويس، وبضمن ان هو ما يقعش في الحله. خلاص هسقيه برده الشوربه بتاعتي اهو، بسم الله سخنه، وهولع عليه. خلاص هوريكم بقى النتيجه ايه برضو، ما ايه يعني نص لحد نص البتنجان من تحت اهو كده. بس شايفين لحد فين اهو، بصوا اهو. هولع عليه، واول ما بيغلي والميه تتشرب بوطي عليه زي الرز. شايفين ادي الكوسه بتاعتنا بتغلي اهي من كل ناحيه، شايفين. بصوا يا حبايب قلبي، ودول شويه ورق من اللي انا مخزناه معاكم قبل كده، وحطيت نزلت طريقته على القناه، حشيتهم اهوت بقى شويه رز، رحت حشياهم بس ايه كده، بحط عليه كده شويه كمون. خلاص واهي الورقه اللي انا كنت قايله لكم شايلينها مع بعض اهي، هغطي بيها كده واسقيه بقى الشوربه بتاعتي، بسم الله اهو. خلاص اول ما يهدأ اوطي عليه النار. بصوا حبايب قلبي، ده الشكل النهائي اهو للمحشي بتاعنا. عايزاكم تجربوا الكوسه الكبيره ديت وتشوفوا طعمها عامل ازاي. وادي الكرنب اهو. يلا بقى ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم والكومنت الحلو. يلا انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. اسيبكم دمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.